محمد عبد المنعم هو اقرب واحد للاحتراف خارج مصر، وانا على المستوى الشخصي في حد من انجلترا كلمني وطلب ترشيح لعيبه يمكن ان تحترف في الدوري الانجليزي. انا رشحت محمد عبد المنعم لان محمد عبد المنعم في الحقيقه يستاهل انه يترشح وانه يلعب في الدوري الانجليزي. عايز وهو اعتقد انه اكثر ذكاء من ابراهيم سعيد. هو محمد عبد المنعم انطلاقه ابراهيم سعيد في بدايته. ابراهيم سعيد لاعب الاهلي ولاعب الزمالك وراح لعب في انجلترا في ايفرتون، يعني بس ما اظهرش حاجه، لانه ابراهيم كان وهو صغير طاير مش عارف هو بيعمل ايه. يعني هو مش عارف بيعمل ايه. ايفرتون في مانشستر في ليفربول. ايفرتون في ليفربول وليفربول في ليفربول، الاثنين في دولة واحدة في محافظة واحدة. ولكن ابراهيم سعيد قبل المباراة راح للكوافير دهله شعره احمر، اللي هو لون بتاع ليفربول اللي بينه وبين ايفرتون مصانع الحداد. ما صنع الحداد بين ايفرتون وبين ليفربول. يعني زي بالظبط ما واحد اهلاوي يجي يقعد في مدرج النادي الاهلي وهو لابس فانيله الزمالك ويقول لهم انا اهلاوي. طب انت اهلاوي ازاي يا ابني وانت لابس فانيله الزمالك مثلا يعني؟ او واحد اهلاوي لابس فانيله الاهلي حمراء وقاعد مع مدرج الزمالك ويقول لهم انا زملكاوي. يعني ما بتركبش. فمحمد عبد المنعم غالبا لو مشي على هذا المستوى، انا بقول لحضراتكم الموسم اللي جاي ده هيكون في اتفاق للموسم اللي بعده ان محمد عبد المنعم يلعب في انجلترا. وخدوا الكلام مني وافتكروا اللي انا بقوله.